في ليلة جميلة حب النادي الأهلي هو نعمة منحها الله للعديد والكثير من الشعب المصري، واغتنمها القليل والكثير الآن من الشعوب العربية الغير مصرية، وافتقدها الكثير ممن يعاني من كل انتصار للنادي الأهلي. احتفالاتنا عمرها ما كانت عادية وكانت اعتيادية. ليه؟ لأن النادي الأهلي وكولر بيحتفل بعلم النادي الأهلي اللي بيرجع تاريخه ل 1929، اللي في اللحظة دي كان النادي الأهلي بيحتل الرعاية الملكية الكاملة، وكان لون النادي الأهلي ولون شعار النادي الأهلي هو الأبيض والأحمر، وبعد كده اتغير لون النادي الاهلي ولون علم النادي الاهلي بعد ثوره يوليو. اي نعم الحياه بتقسو علينا في فترات كبيره جدا، ولكن لحظات الفرح لازم تغتنمها، لازم تفرح بفريقك. اوعى حد يقنعك ويقول لك ايه ده البرونزيه شيء عادي. انت اللي خليت البرونزيه شيء عادي، شيء اعتيادي. احنا اللي عودنا نفسنا ان ده شيء وعلينا سقف طموحاتنا، وكان نفسنا نلعب في النهائي. انتقدنا لعيبه، همشنا في لعيبه كتير جدا، وضحنا ان لعيبه تمشي عن النادي الاهلي وعملنا عليها اكس وقلنا انها دون المستوى كتير جدا. بس سبحان الله، لك ان تتخيل ان الجيل اللي احنا همشنا فيه ووضحنا حاجات كتير جدا وقللنا منه وقلنا لا ده الاداء قل عن الفترات والحقبات الزمنيه الماضيه، الجيل ده عمل انجازات كتيره جدا وصنع انجازات للنادي الاهلي وهي 3 برونزيه. تعال بقى اقول لك انجازات النادي الاهلي في مشاركته في كاس العالم ايه. احب اقول لك النادي الاهلي اكثر نادي شارك في كاس العالم للانديه ب 25 لقاء، ثاني اكثر من سجل اهداف ب 31 هدف، ثاني اكثر من حقق الفوز ب 10 لقاءات، ده اكثر من تواجد في المربع الذهبي ب6 مرات، اكثر نادي حصل على المركز الثالث ب4 برونزيات. وعلى سبيل السعاده كولر يوضح بعد اللقاء علاقتي بجمهور النادي الاهلي علاقه قويه جدا واسرق لحظات من الحياه لاسعادهم. الامريكيه تيوري بونسو حكم على طراز عالي فتحت الباب على مصراعيه امام التحكيم النسائي. محمد هاني صرح تصريح قوي جدا وقال لعيبه النادي الاهلي لم تشبع وعندنا استعداد نواجه اي فريق في العالم. امام عاشور رجل المباراه وبكل جداره وصرح قال انا بشكر كل الجمهور وبشكر اللعيبه وبشكر الجهاز الفني اللي عاوني وساعدني ان انا اعدي المرحله اللي فاتت. كابتن خالد بيبو اوضح ان جمهور النادي الاهلي هو خط الدفاع الاول وكنا نستحق اكتر من البرونزيه. علي معلول شخصيه البطل كانت واضحه في لقاء اليوم واهنئ الجمهور بالبرونزيه الرابعه. تهنئه خاصه ورفيعه المستوى وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي ويوضح فيها النادي الاهلي احرز البرونزيه عن جداره واستحقاق. قبل بقى العوده للمشاركه في الاحداث المحليه، رابطه الانديه المصريه تقرر خصم 1,000,000 جنيه على النادي الاهلي من قيمه مشاركته في الدوري المصري. ليه؟ عشان النادي الاهلي قبل كده قرر الانسحاب وانسحب بالفعل من كاس رابطه الانديه. تسكت لجنه الانديه عند كده؟ لا، استنى، عندك تاجيل مباراه الاهلي وفاركو في الدوري المصري، وايضا تاجيل الديربي بين الاهلي والزمالك في الدوري المصري ايضا. ونظرا للارتباط الشديد بين لعيبه النادي الاهلي ومنتخب مصر، 12 لاعب من النادي الاهلي ينضمون للقائمه المبدئيه بتاعه منتخب مصر الفتره القادمه ان شاء الله. وعن اخبار سوء انتقالات النادي الاهلي، الشناوي خط احمر، واي كلام يتقال انه هيلعب في الدوري السعودي او كلام من ده انسى، الشناوي هيتجدد له ل 2028. وكولر وضح ان الفتره اللي فاتت دي كان منزعج وحابب، عنده تحفظ، مش عايز يجرب تجربه موديست على ان هو يتعاقد مع سوزا في يناير القادم مجاني. اخر خبر في سوء انتقالات النادي الاهلي هو احمد عبد القادر ارتبط اسمه باسم نادي سموحه، واللعيب مرحب بالفكره دي. مليون مبروك لعشاق النادي الاهلي المركز الثالث في كاس العالم للانديه 2023 في السعوديه. ويلا بينا نبتدي الحلقه بتاعتنا النهارده. في ليلة سعيدة للنادي الأهلي، النادي الأهلي يقسو على أوراوا الياباني بنتيجة 4-2 ويحتل المركز الثالث في كأس العالم للأندية ويحصل على 2.5 مليون دولار، مكافأة قوية جدا للنادي الأهلي. وهيمنة وسيطرة للأندية الأوروبية، مانشستر سيتي بينجح في الفوز بكأس العالم للأندية على حساب فلومينس البرازيلي ب4 أهداف دون رد. لو جينا بقى تحدثنا عن أبرز الحاجات وأبرز الإنجازات اللي النادي الأهلي طلع بيها من كأس العالم للأندية في السعودية موسم 2023، أبرزها هو كانت مطاردة النادي الأهلي لنادي ريال مدريد. نعم أيوه، زي ما بقول لك كده، النادي الأهلي كان بيطارد ريال مدريد بحيث المقابلات، بحيث الانجازات، بحيث المراكز، بحيث كل حاجه، بحيث البطولات. طبعا نادي ريال مدريد بيتفوق على النادي الاهلي بحجم الفوز داخل كاس العالم للانديه، يعني عدد مشاركات نادي ريال مدريد طبعا لا تفوق مشاركات النادي الاهلي، النادي الاهلي بيعديه، ولكن النادي ريال مدريد بيتخطى النادي الاهلي في 12 لقاء فوز، لكن النادي الاهلي بيحتل الوصافه بعده ب10 مباريات مكسب. ولكن النادي الاهلي تخطى نادي برشلونه، ولكن بيطارد دلوقتي ريال مدريد في ان هو الوصيف ليه في اكتر المباريات فوز. تاني حاجه النادي الاهلي بقى بيتخطى نادي ريال مدريد في ايه بقى؟ في الوصول لقبل النهائي، بمعنى اصح النادي الاهلي وصل لقبل النهائي 6 مرات، دي حاجه كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي وبتخطى فيها نادي ريال مدريد اللي ما قدرش يحتل او يتخطى الجزئيه دي. ابرز الحاجات بقى اللي بيقارن النادي الاهلي بنادي ريال مدريد فيها هو تحديدا النادي الاهلي بيمتلك رقم قياسي اخر، هو في ايه؟ هو في كثره ان هو ان يعتبر الشباك بتاعته كانت نظيفه ل7 لقاءات، 7 لقاءات النادي الاهلي كانت شباكه نظيفه في كاس العالم للانديه. طبعا يمتلك ثاني اقوى هجوم بتسجيله 31 هدف
بيحتل الوصافه بعد ريال مدريد اللي هو اقوى خط هجوم في كاس العالم للانديه ب 40 هدف. لو جينا بقى تحدثنا عن الانجازات الفرديه الخاصه بلعيبه النادي الاهلي خلال البطوله دي واللي خرجوا بيها واللي كانت على عاتقهم وحاجه جميله جدا يتشرفوا بيها اللقاءات اللي جايه او في سجل تاريخهم بعد ما يعتزلوا، هم لاعبين هو ياسر ابراهيم وعلي معلول. اولهم ياسر ابراهيم دي من اللعيبه المحليه، ياسر كان لعيب هايل جدا وادى اداء اكتر من هايل. ياسر ابراهيم دلوقتي بيحتل يعتبر بيعادل سيرجيو راموس في عدد الاهداف، عنده 3 اهداف دلوقتي في كاس العالم للانديه. طبعا الاثنين خلاص هو اتساوى مع سيرجيو راموس. بالنسبه لياسر ابراهيم بيحتل وصفه خلف مين بقى؟ خلف لعيب اسمه تسوكا شيوتاني، ده لعيب ياباني كان بيلعب تحديدا احرز 4 اهداف في نادي هيروشيما الياباني والعين الاماراتي. خلال الفتره دي طبعا اللعيب ده احرز 4 اهداف، هو بيتخطى ياسر ابراهيم وسيرجيو راموس، عشان كده ياسر ابراهيم بيحتل الوصافه هو وسيرجيو راموس. لو جينا بقى ركزنا ياسر ابراهيم عادل مين بقى من اصحابه في الفرقه في النادي الاهلي؟ عادل يعتبر حسين الشحات وعندك احمد عبد القادر برصيد 3 اهداف. اجمل بقى وابرز الاخبار الجميله جدا والاحصائيات واللعيبه اللي قدرت تحقق انجاز في كاس العالم للانديه هو علي معلول. ايقونه جامده جدا، لعيب هايل جدا، لعيب اكتر من طراز عالي بمعنى اصح، الاجنبي الجميل المتواضع الخجول، اللعيب الهايل جدا في ارض الملعب اللي تحس ان هو بيعشق مختار التتش بمعنى اصح وملعب التتش وبيعشق شعار النادي الاهلي، هو علي معلول. علي معلول يعتبر عادل الرقم الخاص بفلافيو، يعتبر الاجنبي اللي داخل النادي الاهلي، هو فلافيو كان احرز 3 اهداف في كاس العالم للانديه، علي معلول عادل الرقم ده واصبح خلاص من ضمن افضل الاجانب الموجودين داخل النادي الاهلي وافضل الاجانب اللي احرزت اهداف داخل كاس العالم للانديه. ويعد ايضا من ابرز الانتصارات الشخصيه تحديدا للمدير الفني مارسيل كولر، بيحتل المركز الاول في النادي الاهلي حاليا دلوقتي كاكثر مدرب داخل النادي الاهلي ينتصر داخل كاس العالم ب4 انتصارات. يليه بعد كده في الوصافه هو موسيماني الجنوب افريقي ب3 انتصارات. طبعا مارسيل كولر ادى اداء اكتر من هايل الفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي ومستمر ان شاء الله مع النادي الاهلي، له بعض اخفاقات وبعض مشاكل في جزئيه التغيير المتاخر، ولكن هو بيحتل المركز الاول داخل جدران القلعه الحمراء وبيسطر اسمه باحرف من ذهب داخل المديرين الفنيين اللي قدروا يسيطروا ويعتبر ويكرسوا كده للنادي الاهلي تاريخ جديد. طبعا زي ما عودنا النادي الاهلي بنقفل صفحه وبنفتح صفحه جديده خالص، ده اللي بيدل عن حجم مؤجلات النادي الاهلي وليه النادي الاهلي بيتاجله، لان حجم بطولاته والمشاركات اللي بيشاركها بيبقى اكبر من حجم الفرق الثانيه باكملها. النادي الاهلي قفل صفحه كاس العالم للانديه وفتح صفحه الام بي اي كاس السوبر المصري اللي هتتلعب في ابو ظبي في الامارات ان شاء الله، بدايتها يوم 25 القادم. 25 القادم يعتبر فرق بسيط جدا، احنا النهارده بنتكلم يوم 22، فيوم ان شاء الله 23 و24 يوم 25 هنقول 4 ايام او 3 ايام النادي الاهلي هيسافر لابو ظبي وكمان هيلعب اللقاء. طبعا اجهاد قوي جدا وده اللي بيسبب اجهاد للنادي الاهلي وحجم مؤجلاته بيبقى اكتر من الفرق الثانيه. وفي بعض فرق بتلوم ده النادي الاهلي بيتاجل له كتير، لا شاهد وتعلم وشوف النادي الاهلي كده بمعنى اصح بيحصل له ايه عشان كده بيتاجل له مباراه. طبعا اول مباراه النادي الاهلي هتبقى يوم 25 امام سيراميكا الساعه 7 في ابو ظبي في الامارات. طبعا البطوله دي بيشارك فيها 4 فرق هم تحديدا بيراميدز وتحديدا وسيراميكا وفيوتشر والنادي الاهلي. النادي الاهلي لو نجح في الفوز وتخطى سيراميكا هيلاعب الفائز من بيراميدز وتحديدا نادي فيوتشر يوم 28 من نفس الشهر. طبعا بطوله قويه وهتبقى بطوله يعني فيها التحام قوي جدا، لان معظم الفرق اللي بتواجه النادي الاهلي عايزه تاخد اي بطوله الموسم ده، وتحديدا بيراميدز بيتمنى ياخد بطوله طول حياته او بمعنى صح من ساعه ما اتنشأ وحصل فيه استثمار. عشان كده لما بنيجي نتكلم وبنقول النادي الاهلي حجم الضغط عليه قوي جدا، دي حاجه صعبه جدا، مع ان النادي الاهلي طلب تاجيل مباراه سيراميكا ولكن المسؤولين عن البطوله رفضوا رفض تام النادي الاهلي، لان النادي الاهلي قال لك انا هخلص مباراتي في كاس العالم يوم 22 قدامي 23 و24، 23 ممكن اسافر فيه 24 هريح، طبعا مش هلحق ان انا اعمل اي حاجه، هيبقى ضغط وقوه على اللعيبه، ولكن المسؤولين على البطوله رفضوا رفض تام وتحديدا في مصر رفضوا النادي الاهلي يتاجل له المباراه. لو جينا بقى تحدثنا عن سوق انتقالات النادي الاهلي، لا يزال السعي قائم حول الحصول على مهاجم. احداث كتير جدا ورق كتير جدا بيتحدف على المكاتب وبيطرح اسم ده وبيطرح اسم ده، ولكن كولر عنده تحفظ كبير جدا على الموضوع ده. ولاحظنا كمان كولر عنده تحفظ كبير على سوزا، يعني هو خلاص عايز سوزا ان هو يجيبوه هيبقى فري في يناير، ولكن عنده تحفظ قوي جدا لان بسبب تجربه موديست الراجل مش عايز ياخد تجربه سوزا، قال لك ده السن الكبير ده للاسف ما بيقدرش يجاري معايا وما بيقدرش يبقى كويس معايا. الجزئيه الثانيه بقى هي محمد الشناوي. محمد الشناوي داخل قلعه النادي الاهلي هو كابتن من كباتن وعمود من اعمده النادي الاهلي، ما ينفعش يمشي على النادي الاهلي. يعني اصارح احاديث كتير جدا الفتره اللي فاتت ان محمد الشناوي هيمشي خارج جدران النادي الاهلي وبعدين هيروح الدوري السعودي، عروض كتيره جدا، ده معروف بالعلني او بالخفاء، عروض كتيره جدا. نجم من نجوم النادي الاهلي، حارس على طراز عالي، يعتبر من افضل الحراس في العالم ومن افضل الحراس في افريقيا. محمد الشناوي هايل جدا، جاله عروض كتيره جدا بس النادي الاهلي مش هيمشيه، والاخبار اللي وصلت لنا ان محمد الشناوي هيتم تجديد العقد بتاعه ل 2028. يبقى نقفل صفحه محمد الشناوي ونبقى متاكدين تاكد تام انه هيفضل مستمر داخل القلعه
الحمراء. الصفحه بقى الاخيره واللي احنا بقى يعني احنا زعلانين من ادائه ومستواه السيء هو تحديدا احمد عبد القادر. احمد عبد القادر اللي احنا عارفين ان هو كان جاي من سموحه وكان لعيب هايل جدا ولعيب من ناشئين النادي الاهلي وداه لسموحه وبعد كده رجع جابه من سموحه، كان اداؤه متفجر، فضل يلعب مع النادي الاهلي بمستوى هايل جدا. للاسف مستواه فضل يتدنى لحد ما هو مستواه قل خالص، وفي فتره من الفترات حصل التحام ما بينه وبين كابتن سيد عبد الحفيظ وبعدها التحام بينه وبين كابتن خالد بيبو بسبب التحامه مع السوشيال ميديا ومع الجمهور، وده اللي اثر عليه باداء سلبي جدا واداء فظيع جدا ومستواه قل وبعد عن الصوره، وكولر بعده خالص واللعيب خلاص ما بقاش في حسابات كولر. ده من اللعيبه اللي اتطرح اسمها الفتره اللي فاتت واللي يعتبر ارتبط اسمه باسم نادي سموحه ان هيرجع له تاني، والانباء اللي داخليه داخل النادي الاهلي اللي وضحت لنا من الاحداث وضحت ان اللعيب مرحب انه يخرج خارج القرعه الحمراء، يعني اللعيب خلاص مش في حساباته النادي الاهلي والنادي الاهلي مش في حسابات احمد عبد القادر. طبعا من الاخبار القويه جدا الفتره اللي فاتت واللي اثرت الراي العام في القاهره تحديدا في منتخب مصر كانت قويه جدا هو ضم 12 لعيب من النادي الاهلي للقائمه المبدئيه لمنتخب مصر. روي فيتوريا اعتمد على النادي الاهلي اعتماد قوي وكلي، 12 لعيب يعني سكواد كامل داخل الملعب ومعاهم لعيب احتياطي بره، 12 لعيب اقوياء جدا من النادي الاهلي ضمهم. ده معناه ان بيترجم النادي الاهلي يعتبر لعيبته هي اعمده من اعمده منتخب مصر. مين اللعيبه دول لو جينا عديناهم مع بعض؟ تحديدا اولهم محمد الشناوي، بعد كده محمد هاني، محمد عبد المنعم، اكرم توفيق، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، امام عاشور، تحديدا بعد كده مروان عطيه، حسين الشحات، احمد نبيل كوكا، محمد مجدي قفشه، وال12 بتاعهم هو محمود كهربا الفولت العالي. طبعا ده حاجه تشرف جدا النادي الاهلي، وده يكرس ويوضح ان الفتره اللي فاتت كان روي فيتوريا زعل وصرح قبل كده في لقاء من اللقاءات الوديه انتوا سحبتوا مني 4 لعيبه من النادي الاهلي. عنده حق، انت اما تضم 12 لعيب يعني انت بمعنى اصح بتقول النادي الاهلي هو منتخب مصر. وبكده تكون نهايه الحلقه معانا النهارده. مليون مبروك لعشاق النادي الاهلي، البرونزيه الرابعه للنادي الاهلي وداخل جدران القلعه الحمراء. اتمنى نعمل لايك للحلقه دي، نعمل اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس بحيث نجي كل جديد، وشكرا لمتابعتكم لينا قناه ابراهيم مش فايق.